هذه الوصفة ستذهلكم حقا. اليوم سنحضر معا صدف المعكرونة المحشية. أولا نقوم بقلي بصلة مفرومة في مقلاة حتى تكتسب لونا ذهبيا جميلا. نضيف 600 غرام من اللحم المفروم ونتبله بالملح والفلفل الأسود والبابريكا الحلوة، ثم نخلط جيدا. بعدها نضيف حبة طماطم مفرومة والقليل من البقدونس و300 غرام من صلصة الطماطم. نترك الخليط يطهى لمدة 5 دقائق ثم نضعه جانبا. في هذه الأثناء نسلق معكرونة القواقع الكبيرة لمدة 5 دقائق ثم نصفيها. لتحضير الحشوة في وعاء نمزج جبنة الموزاريلا المبشورة وجبنة البارميزان المبشورة وجبنة كريمية أو ريكوتا ورشة ملح والقليل من البقدونس ورشة زيت زيتون وصفارين بيض. نخلط المكونات حتى نحصل على قوام كريمي ناعم. في طبق الفرن نضع طبقة من صلصة اللحم ثم نحشي كل صدفة معكرونة بخليط الجبن ونرتبها في الطبق. نوزع فوقها المزيد من صلصة اللحم ونرش جبنة الموزاريلا على الوجه. نخبز الطبقة حتى يصبح السطح ذهبيا وفائرا، والنتيجة طبق معكرونة غني كريمي ولا يقاوم، سيجعلكم تعودون لطلب المزيد